ايه يا حبيبي؟ ايه يا قلبي؟ يا لهوي يا لهوي على الدموع دي، يا لهوي. ايه ده؟ ايه ده كل ده؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ايه يا حبيبي؟ ايه يا اخويا؟ يا لهوي، حد ضربك في المدرسه؟ مالك يا حبيبي؟ يتفلق. هو فاكرني ايه؟ اول ما يقول لي هات هديله على طول. هو يعني الواد كان بيطلب حاجه لنفسه؟ ما دام مش لنفسه يبقى خلاص ملوش دعوه. ملوش دعوه ده ايه؟ ده انت كده كسفته قدام التلامذه، دول عملوه تريقته. طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزاك تراضيهولي وما تكسرش بخاطره. يا سلام، عشان اروح له واقول له سامحني يا حبيبي وابوس راسه وحقك عليا انا غلطان. انت كان عليك حاجه يا عبدو مش كده، انا ما بطلبش منك حاجه زياده، انا بقول لك سويه بزمايله وما يحسش انه اقل منه. مش اقل من حد، والكل عارفين هو ابن مين. وايه الفايده؟ اسم بس لكن فعل ما فيش. لا اله الا الله. شوف يا فاطمه، كل شيء بالاصول. انت بتدلعي الواد ده، انا عايزه يطلع راجل يعرف قيمه القرش، عشان بعد كده يعرف يصون ثروه ابوه. احنا فين والكلام ده فين؟ ابنك على ما تربيه، واللي ليه اول واللي اخر. تقوم تقرط عليه وتحرمه؟ انا احرم ابني؟ الله يسامحك. حرمته من ايه بقى؟ ها؟ اكل بياكل احسنها اكل، لبس بيلبس احسنها لبس، ولا اولاد الزواد. علام دخلته احسن مدرسه. عايز مني ايه تاني؟ ها؟ عايزني بعزق يمين وشمال عشان ينبسط؟ لا، انا بقى ما احبش النفخه الكدابه. جود مورنينج. جود مورنينج. ودلوقتي بقى هنبدأ درس الجرامر. عبد الوهاب، عبد الوهاب، عبد الوهاب، مالك يا حبيبي؟ انت تعبان؟ لا، امال نايم ليه؟ اصل كان بياكل بلح. بلح؟ اشمعنى بلح؟ اصل هو شغال في وكالة البلح. بعدين بس خلاص، ولا كلمة. عبد الوهاب تعالى يا حبيبي. في حاجة مضايقاك هنا؟ انا عايزه اتنقل من الفصل ده. انا مش شايفه اي سبب للنقل. يا حضرة النظرة، الولد مش قادر يتكيف مع زملائه، كلهم بيحاولوا يستفزوه. لازم بيقل ادبه عليه. ما انا عارفه الاشكال اللي زي دي، هو فاكر ان بفلوس ابوه هيبقى احسن من زمايله؟ بالعكس، الولد حاسس انه اقل من زملائه، بينام في معظم الحصص عشان يهرب من مشكلته. على العموم ما فيش اماكن في الفصول التانية. يعمل تبادل بينه وبين اي تلميذ تاني. وافرضي اهل التلميذ ده ما رضيوش؟ نحاول الاول. بقول لك ايه، انا مش فاضيه لدلع ابن عبد الغفور البرعي ده. يعني هو بيعمل ايه للمدرسه؟ ده ما هانش عليه يدفع 300 جنيه نبيض بيهم المدرسه. اكتب له شيك ب50,000 جنيه يا فهيم. من عينيا يا حاج. ما تنفعش يا حاج، ده العمارة لسه فيها شغل كتير. اديك قلتها بعظمة لسانك، العمارة لسه فيها شغل كتير. يعني معطلني ومعطل الفلوس اللي رميتها في العمارة الهبابة دي. يعني ايه؟ ما نديش الشغل حقه؟ عايزنا تصلق يا حاج؟ انا ما اعرفش اتصل. طب تصدق بايه؟ لا اله الا الله. العمارة دي بعد ما تخلص هتبقى اجمل واحلى عمارة في الزمالك كلها. دي هتغطي على اسم الشارع، وبكره سموا الشارع شارع عمارة الحاج عبد الغفور. شوف دي بقى لوحدها ثمنها قد ايه. ايوه اكلني الاونطه. ما تتعبش نفسك، مش هتاخد مني دلوقتي غير شيك ب50,000 جنيه، ومش هتاخد مني مليم زياده الا لما استلم العماره جاهزه من مجاميع. طب ما دي لازمها مصاريف برضه يا حاج، وعلى رأي المثل يا جارية اطبخي يا سيدي كلب. وهو اللي انا دفعته شويه؟ لو احنا يعني كلناهم يا حاج، ما انت خدت بيهم شغل، ده احنا لغايه دلوقتي طالعين بالدور العاشر. على فكره ما تنساش الدور الاخير انا هاخده كله عشان اسكن فيه. من عينيا يا حاج، ده انا هوضبهولك ومنجههولك واخليهولك اخر تمام، بس انت زود لي الدفعه. بقول لك ايه يا معلم ميمي، ريح نفسك. الحاج لما بيربط على حاجه صعب قوي يحل تاني. اهو فهيم يا فندم جابها لك من الاخر. يلا استلم ويلا اتكل على الله، خلينا نشوف شغلنا احنا كمان. بقول لك يا حاج، في جماعه عاوزين يحجزوا شقتين عندك. لا مش وقته، بعدين لما تخلص العماره بقى ان شاء الله. يلا استلم، ما تنساش تمضيه على الوصل. الوصل جاهز والشيك جاهز. فهيم افندي ده زي حضرتك بالظبط يا حاج، من نفس العجينه، ما ينساش حاجه ابدا.
الا ايه اخبار الفيلا اللي قلت لي عليها يا معلم ميمي؟ فوت عليا بكره باذن الله، اطلع افرجها لك ونروح نقابل اصحابها. وحلوه الفيلا دي بقى يا عبده؟ حلوه؟ دي سرايا، سرايا مش فيلا. كانت بتاعت واحد من البشوات القدام. ولا الجنينه بتاعتها يا فاطمه؟ يا اخويا ايوه كده، خلي العيال يجروا ويتنططوا بدل الحبسه اللي هم محبوسينها دي. يعني انت رايك ان العيشه في الفيلا احسن من العيشه في العماره الجديده؟ ودي عايزه راي طبعا، سكن قيمه، قالتها ولا جاري يبص علينا ليها عينين ولا شباك ولا منور ولا حد يجرحنا، وهيبقى عندنا باب من اول الشارع لينا خصوص. بس انا لسه بشاور عقلي. ولا تشاور ولا تعمل، اتكل على الله. الواد عبد الوهاب لسه زعلان. طبعا، وكسر النفس ده شويه. معلش، انا عايزه يطلع عظمه ناشف. عبد، عشان خاطري، عشان خاطر انا، زود له مصروفه شويه. 3 سنة يعملوا له ايه؟ انت بتقولي ايه يا فاطمه؟ عايزين ازود له مصروفه ليه؟ دول 3 ساغ، وبعدين بياكل ويشرب في البيت قبل ما ينزل، وهو نازل كمان بتديله سندوتشات قد كده، ومعاه 3 ساغ، ياكل حرنكش بتعريفه، وعسليه بتعريفه، وعلي الوز بتعريفه، يفضل معاه 3 تعريفه. ده المفروض يحوشهم. ادعي له انت بس وهو مصروفه هيكفيه. واحد شيبس. والله فلوسك. وانت عاوز ايه؟ هات ازازة حاجة ساقعة. كام دول؟ 3 ساعة. هات 3 زيهم. ما معيش. ما بتطلب ليه؟ عبد الوهاب. وانت؟ عبد الوهاب. استنى، هديك شوية. لا يا حسين. أنا مش عايز حاجة. اقوم انا بقى عشان اروح استلم العماره. ما تيجي معايا يا فهيم افندي؟ بتؤمر بيه يا حاج. ايه، كتبت اخد شيك لصاحب الفيلا؟ جاهز. في حد كده من سفاره ايه اتصل بيك النهارده. عايزين ايه دول كمان؟ عاوزين يأجروا الفيلا، بس انا ما رضيتش اتكلم معاهم لان انا عارف انك عاوز تاخدها لنفسك. قفلت معاهم يعني؟ لما هم قالوا هيتصلوا بيك بكره. لا، يلا بينا. يلا بينا. تفتكر لو الجماعه بتوع السفاره دول حبوا يأجروا الفيلا يدفعوا كام؟ انا ماليش في النكد. بقول لك ايه، الزعل في البيوت وحش، اذا كان على المصروف انا هزودهولك، بس ما تجيبش سيره لابوك. هو بيرضى يتكلم معايا؟ ده على طول بيشخط فيا، وعلى طول يقول لي انا هطلعك من المدرسه واشغلك في الوكاله والبسك الجلابيه. جلابيه مين يا اهبل يا ابو جلابيه؟ ابوك هيلبسك جلابيه يا واد، ده كده كده وكده بس عشان عايزك تبقى راجل. لا، بابا ما بيحبنيش يا ماما. وربنا هزعل منك، ابوك ما بيحبكش؟ ده على راي المثل، ده انت اللي ليا والعين الجوانيه. هو عنده كام عبد الوهاب؟ امال ليه بيسيبني اروح المدرسه على رجليا وزمايلي كلهم بيجوا بعربيات مع اهاليهم؟ هو بابا مش غني وعنده فلوس كتيره؟ يعني امك يسيب الشغل ويشتغل لك موصلاتي؟ ما هم كمان ابهاتهم بيروحوا الشغل. طب معلش حقك عليا، واذا كانت رجليك وجعاك قوي كده هبقى اديك فلوس تركب. لا لا، مش عايز حاجه وانا همشي على رجليا. ايه رايك في الشغل بقى يا حاج؟ اظن مفيش احسن من كده. يا راجل، ده انت نشفت ريقي لحد ما خلصت. ده كلام ده يا حاج؟ سد نفس الواحد ليه؟ ده بدل ما تقول لي الله ينور عليك يا معلم ميمي. حقك عليا يا سيدي. الله ينور عليك يا معلم ميمي. افوت امتى ان شاء الله عشان اخد الدفعه الاخيره؟ هو فاضل له قد ايه يا فهيم افندي؟ الدفعه الاخيره للمعلم ميمي 70,000. استنى عليا يومين. لا، في عرضك يا حاج، ده انا الايام دي بالذات محتاج فلوس. ربنا يسهل. يعني افوت بعد بكره ان شاء الله؟ ما قلت لك ربنا يسهل. مع السلامه بقى، اتكل على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يبقى قابلني. ايه يا حاج، انت مش ناوي تدفع ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. كده يا فهيم، انت تعرف عني كده؟ انا عمري ما اكلت حد. بس زي ما هو نشف ريقي لحد ما خلص، لازم انشف ريقه لحد ما يقبض. ايوه بس اقول له ايه لما يجي؟ انت عارف ان المعلم ميمي حقنا. قول له بكره. كلمة بكره بتريح المحتاج. حتة شقة يا فاطمة. ايه؟ واسعة وبرحة يرمح فيها الخيال.
طب والفيل؟ لا، الفيلا هأجرها، طلع لي فيها سبوبة كويسة. سبوبة كويسة ازاي يعني؟ يعني هطلع بقرشين كويسين، هأجرها بالدولار. يعني هما اللي هيسكنوها احسن مننا؟ يا وليه فتحي مخك، الشقة دي يوم ما نأجرها وتتمعظم هتكون بكام يعني؟ ب100 200 300 جنيه مصري. الفيلا هأجرها في الشهر الواحد ب2000 دولار. وبعدين الشقة لما انت تشوفيها هتغيري رأيك، صدقيني شقة حلوة قوي. وعلى العموم انا عارف انا بعمل ايه كويس. اللي في دماغك في دماغك. يلا وده جديد عليك. كويس انك عارفة كده. خلاص ريحي نفسك وما تتعبيش دماغك. هي البنت نظيرة فين؟ نايم. معقول تنام من غير ما تشوف ابوها؟ قومي صحيها. صحيح ده ايه ده؟ انا ما صدقت انها نامت. والواد عبد الوهاب لسه ما اتعدلش؟ الله يسعدك، سيبه في حاله. ليه ماله؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا نفسي افهم انت بتعامل الواد المعامله دي ليه؟ عايزه يطلع عظمه ناشف، ده هيبقى دراع اليمين بعد كده. يحصل ايه يعني لما توديه المدرسه بالعربيه؟ وانا ما اشوفش شغلي بقى؟ ها؟ ما اشوفش شغلي؟ يهون عليك ابنك يمشي على رجليه. يا سلام، ما يمشي. هو على رجليه نقش الحنه؟ انا ياما مشيت. وهو يعني لازم يشوف اللي انت شفته؟ ما الحمد لله ربنا ميسره. ايوه يا فاطمه، لازم يمشي المشوار اللي مشيه ابوه. ياما على جمودية قلبك. اسمعي يا فاطمه، سيبيني اربي الولاد زي ما انا عايز. وعمو لازم انا كمان يا عبده. جاولك يا فاطمه، الله هنفضل في المواد ده كل يوم؟ مش هطلع منكم غير بوجع الدماغ. يا فهيم، يا فهيم، ايه حكايه التليفون اللي ما فيهوش حراره ده؟ مش عارف اشتغل. انا لسه جاي من هناك وقدمت لك 3 بلاغات، ما تقلقش، هم قالوا ان هيبعتوا حد يشوف. هي ايه حكايه التليفونات اليومين دول؟ حتى الحاج بدوي بيشتكي رخر من التليفون بتاعه. فالحين بس يلهفوا الفلوس ويحسبوا لنا مكالمات اونطه. طمني، خلصت عقد السفاره؟ جاهز يا حاج، وخليته لك كمان عقد سنوي. ثانوي يعني ايه؟ يعني يتغير كل سنه. ولازمته ايه وجع الدماغ ده وكل شويه نقطع ونغير؟ لا لا لا، كده احسن يا حاج، كل سنه الحاجه بتغلى. ثم ان افرض عاوز تخرجهم، عاوز تهد الفيلا وتبني مكانها عماره، تعمل زي ما انت عايز يعني. والله فكره. عفارم عليك يا فهيم، انا كمان بقول بحبك قوي ليه ومش قادر استغنى عنك. ربنا يخليك يا حاج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. امال فين الحاج عبد الغفور؟ عدم المؤاخذه، انا الحاج عبد الغفور. ايه؟ ممكن سيادتك تتفضل معانا يا حاج؟ اتفضل. معاكم على فين؟ سيادة الوزير طلبك. وزير مين وطالبني ليه؟ دي حاجة ما نعرفهاش، احنا عندنا اوامر اننا ناخدك معانا. هي ايه الحكايه بالظبط يا حضرتك؟ انتوا تبع مين يعني؟ احنا تبع مكتب سيادة الوزير. ممكن سيادتك تتفضل يا حاج؟ انا مش هتفضل ولا هتحرك من هنا الا لما اعرف انتوا عايزيني ليه. هناك هتعرف كل حاجة يا حاج. ارجوك اتفضل، مفيش وقت، سيادة الوزير مستني. اتفضل، العربيه اهي. عدم المؤاخذه، يعني ممكن امشي وراكم بعربيتي؟ ممكن. معايا رفعت. اتفضل. اتفضل. ايه يا فهيم يا فندم؟ هو الحاج رايح فين؟ مش عارف، انا بصراحه مش مطمن. مين الناس دول؟ ايوه. لا تم خالص، كل شيء تمام.
لا 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 اطمن. المعلم وصل يا فندم. خليه يتفضل. حاضر يا فندم. لا مؤاخذة، أنا هشوف كل اللي أنت عايزه. مع السلامة. أهلا 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 يا حاج. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عدم المؤاخذة، هو ايه العبارة بالظبط؟ أنا مش فاهم حاجة. معلش المهم تشرب إيه؟ مش لما أفهم الأول إيه الموضوع اللي أنتوا جايبيني فيه على مشامي؟ هتعرف كل حاجة دلوقتي. تشرب إيه؟ مادام لازم يبقى شاي سكر زيادة. وأنا القهوة بتاعتي. حاضر. اتفضل يا حاج. الحقيقة أنا شفت العمارة الجديدة بتاعتك وعجبتني أوي. عدم المؤاخذة، أنهي عمارة؟ ما شاء الله. وأنت عندك عمارة غيرها؟ الحمد لله عندي 3 عمارات ما يتخيروش عن بعض. حاجة عظيمة. أنا قصدي على عمارة الزمالك. دي لسه متشطبة من كام يوم. البواب قال لي إنها لسه ما سكنتش. شوف سيادتك، أنا من طبعي ما سكنش أي مخلوق إلا لما شطب العمارة وكل شقة تبقى جاهزة على المفتاح. هي دي الأصول يا حاج. الحقيقة أنا عجبتني الشقة اللي في الدور التاسع، وعجبت المدام والولاد قوي. ربنا يخلي. أمير يا حاج. بقول لك إيه رأيك بقى نكتب العقد؟ كتر خيرك يا ابني، تسلم ايدك. هنيئا يا حاج. الله يهنيك. بقى تشدوني من محل شغلي من غير احم ولا دستور، وتخلوني طول السكه قاعد اقول يا ترى يا هل ترى هو ايه اللي حصل مني، وبعد كده يطلع ان سيادتك عايز تسكن عندي. أصل الحقيقة مكتبي اتصل بيك أكتر من مرة، لكن التليفون ما ردش، يظهر إنه كان عطلان. على العموم إحنا آسفين على الإزعاج ده مرة تانية. عدم المؤاخذة، ليه ما جيتليش المحل؟ كنا خلصنا الموضوع على طول من غير الهيصة والشحطاطة اللي حصلت دي. الحقيقة يا حاج أنا برضه بعتذر لك، بس أنت عارف مسؤولياتي ومشغولياتي، وأنا اضطريت أعمل كده وقلت خير البر عاجله. على العموم أنا تحت أمرك، ما عنديش مانع. طب إيه رأيك يا حاج لو تحضر لي العقد وتجيبوا لي بكرة الساعة 12 كويس؟ شوف يا سيادة الوزير، ما حدش يزعل من الأصول. أنا لما بحتاج حاجة من أيها مخلوق بروح له لغاية عنده، وبرضه أي حد عايز مني حاجة لازم يجي لغاية عندي. تمام؟ تمام يا معلم، لكن بس سيادتك هتقول لي، لكن أنا هقول لك ما تأخذنيش. سيادتك وزير ومقامك عالي على راسي وعيني، لكن أنا لما هحتاج منك حاجة هاجي لغاية باب مكتبك وأخبط عليه. وأنت لما تحب تسكن عندي لازما، ده من باب الأصول، تشرفني ونقعد نتكلم وتشرب القهوة عندي. ده طبعي ولا يمكن أغيره، وعدم المؤاخذة محدش يزعل من الأصول. خد يا واد، ايه الزيطه دي؟ بيقولوا في واحد وزير عند الحاج عبد الغفور. ايه؟ وزير؟ وعندك قهوه مظبوط الحكومه على حساب الحاج عبد الغفور. يا سلام يا جدعان، الحكومه كلها عند الحاج عبد الغفور. ايه؟ ظبطوا عنده حاجه؟ فعل الله ولا فعله، ده راجل واصل. مين كان يصدق ان صاب الحاج سردينه يبقى له شنه ورنه؟ بس الشهاده لله، الراجل نفسه حلوه، قبل ما يروح كل يوم بيجي يقعد معانا ويسير معانا. بطل نقي بقى وانت اطول من ايام الفقر كده. لا ولا انت رايح فين؟ انا حمام. عايز ايه يا حمام؟
انا حمامه جايب الزهوه لسياده الوزير القهوه لسياده الوزير. اوعى. لا ادخلها انا، نفسي اشوف الوزير شخصيا يا سعاده البيه. اتفضل. هات يا انا القهوه، يلا اتكل على الله يا حمام. اتفضل اشرب قهوتك. لا معلش مرة ثانية. اصبها لك بقى؟ لا مش أنت. خلاص خدت النسخه بتاعتنا، ولو اني زعلان منك عشان ما شربتش قهوتك. مرة ثانية. انا عارف انت ما شربتهاش ليه، خايف لا تكون الفناجيل مش نظيفه، بس الواد حمامه ده حاجته فله نظيفه زي الفل. أنا عارف. باقيه تشربها عندي في البيت، ما احنا خلاص بقينا جيران. استاذن. اتفضل. أي حاجة تعوزها تشرفني في المكتب يا معلم. لو عوزت حاجه هجيلك لمكتبك برجليا واخبط على الباب، دي الاصول. تمام؟ تمام. مع الف سلامه. السلام عليكم. تعرف يا فهيم افندي، انا اول مره في حياتي اشوف وزير عيني عينك، بس الشهاده لله الحاج كان قاعد مالي مركزه قدامه وبيكلمه راس براس. يا سلام، وفي حد مخه زي مخ الحاج عبد الغفور؟ انت هتقول لي عليه ده مخه يوزن بلد، يستحيل حد يعرف هو بيفكر في ايه. بصراحه انا مش مصدق. ازاي يعني وزير يروح لعنده؟ ليه؟ قريبه؟ طبعا لا يمكن، ده طول عمره جعير. بقول لك يا سي محفوظ، انت هتتعب دماغك ليه؟ انا بيتهيألي والله اعلم الموضوع ده وراه هبره كبيره قوي. هبرة ايه يا جدع انت؟ ده انا فاهم الفوله كلها. هو جايب الوزير ده عشان يتمنظر بيه قدامنا ويهتنا بيه. كلام ايه بس اللي بتقوله ده يا معلم؟ ليه يعني؟ الوزير ده شخشيخه في ايد عبد الغفور يقول له تعالى روح يسمع كلامه ولا مأجره؟ لا لا لا، اكيد في بينهم مصالح. قال يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. بصراحه بقى ارجع واقول يا سي محفوظ، ابوك الله يرحمه هو اللي بلانا بالجعر ده، قاعد ينفخ فيه لحد ما ابتلينا بيه. الشهاده لله بقى، الحاج عبد الغفور راجل في حاله وعمره ما فكر انه يؤذي حد، الا لو حد قرب منه وفكر بس انه يؤذيه، ساعتها يا ويله. انتوا عارفين يا جماعه، عارفين لو نحط ايدينا في ايد بعض ونتحد كده ساعتها هنهد عبد الغفور الجعر ده ونرجعه كلب زي زمان. نهده ازاي يعني؟ نقفل عليه المزادات. مزادات ايه بس يا معلم اللي بتقول عليها؟ هو ناقص ده يشتريك ويشترينا. عندك حق بصراحه بقى، انا مفيش بيني وبين الراجل اي عداوه ومش مستعد اسمع كلامك يا سالم. انا ليا معاه مصالح يا اخي، عن اذنكم. وبقول ايه؟ كفايه بقى كتر كلام، لا كلمه كده ولا كده تتنطور وتوصل له، واديكوا شايفين الحكومه بتيجي لحد عنده. عين العقل يا حاج بدوي، خدني معاك. بقول ايه يا جماعه، انا قاعد في الوكاله كافي خير الشر ما بجيبش سيره حد. انا جبت سيرته يا سي محفوظ، جبت سيره المعلم عبد الغفور البرعي. ما جبتش سيرته. المعلم عبد الغفور البرعي اجدع واحد في الوكاله كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ معقوله زي كومبير السلم؟ الله بتلوش فين يا ست انت؟ رايحه فين؟ تعالي. انا طالع يا اخويا شقه الحاج عبد الغفور. خلاص اطلع من هنا من سلم الخدامين. نهارك ملوش ملامح. انا اطلع من سلم الخدامين؟ انت ايه ما بتشوفش يا راجل؟ ما تشوف كويس انت بتكلم مين؟ ما بلاش هو سمان، ممنوع الطلوع في الاسانسير. انت اصلك راجل خسع ودون صحيح. الله يطولك يا روح، ما بلاش طولة لسان امال. انت اللي قليل الادب، وانا هخلي الحاج عبد الغفور يشوف شغله معاك ويطردك كمان. الدنيا تشقلب حالها، ما ناقصش الا البوابين يطولوا لسانهم على الهوانم اللي زيي. يعني هتكوني مين يعني؟
انت عارف الحاج ابو غفور؟ عارفه. عارف مراته؟ طبعا. انا ابقى لهانم مرات اخوها. لا مؤاخذه يا ست هانم، حقك علي، انا غلطان. اتفضل يا ست هانم، اتفضل. تعالى يا خضير. اتفضلي. ابقى حسن ملافظك، الملاف السعد. حقك علي، اعذريني، اللي ما يعرفك يجهلك يا ست هانم. جاب كسر حقك. ماما انا خايفه ماما. معلش يا ضنايا، ربنا معانا. امك خايفه اكتر منك، ربنا يستر. السلام عليكم يا ست هانم. وعليكم السلام. الجماعه دول تبعكم. يا اخويا ولا كده. ازيك يا فاطمه؟ انت كمان انت اكتر. اي خدمه ثانيه؟ لا عشت بالسلام. يا اختي اسم الله عليك يا خضير، اسم الله عليك كبر واسم الله عليك. لا وما شفتيش فاطمه الخالق الناطق عمتها. لسه مالي يا لسه مالي. اهلا اهلا، ده نورتوني. الله يخليك. الله اكبر، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. الف مبروك يا فاطمه. الله يبارك فيك يا حبيبتي. اهو كده يا اختي، ادي السكن ولا بلاش. دي تطلع لها كم مطرح يا فاطمه؟ دي في عين العاد و5 مطارح ومطرحين زياده. يا نهار اسود على دي، لو شقتي ادوق فيها. طب تعالي يا اختي اما افرجك عليها. تعالي يا اختي ما تحرمش تعالي. مني. الف مبروك. ازيك يا بليل؟ ازيك انت يا عبد الوهاب؟ ايه رايك في اللعبه دي؟ حلوه. بتحب الكوره؟ بحبها، وكمان بلعب مع العيال في الشارع. طب انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ بقف جون. طب تعرف تلعبها؟ اه. طب تعالى نلعب. اخواتك فين يا نفيس؟ قاعدين في اوضتهم بيلعبوا. طب مش تقومي تسلمي على مرات خالك؟ اسم الله عليك يا اختي يا راعي. حلوه حلوه حلوه. امال فين خدير؟ الحمد لله. قلتش انا حاجه؟ شفتي نفيسه سالت على مين؟ القلب وما يريد يا حبيبتي. ده حتى الواد خضير واحنا نازلين عمال يرفس يقول انا عايزه اروح العب مع نفيس، عاوزه اروح العب مع نفيس. اخصى عليكي يا فتحيه، يعني لو ما كانش ابنك قال انا عايزه اروح العب مع نفيسه ما كانش حد شافك يا وليه. يا نهار ابيض، وانا اقدر برضو؟ انا بس عايزه اوريكي ان الواد ما يحبش يلعب غير مع بنت عمته. مش عارفه ليه يا اختي هتجنن. يا فتحيه عايزه تشبكيهم من دلوقتي. وانا اقدر يا فاطمه؟ واحنا نطول انتوا فين يا اختي واحنا فين؟ اخصى عليكي يا وليه، هو انا عندي عز من سيد اخويا؟ وهو الاخر ما عندوش عز منك، ده من كتر حبه فيكي سمى البت على اسمك. عشان تصدقي بقى وتامني بالله البت طالعه الخالق الناطق زيك. يا اختي سمالة بقى القمر كده. يا لهوي ده عسل. عسل ربنا يخلي. خدي بقى بنتك اهي يا اختي زباله وتعالي نحضر لقمه ناكلها. يلا. لا ده احنا جايين نقعد شويه نازلين على طول. وربنا هقطعك. اخصى عليكي يا فتحيه. طب خلي خضار ياكل مع نفيس. عوه لعمته. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اختي. ده انتوا نورتونا النهارده. منور بصحاوي يا حبيبتي. الله، امال العيال فين؟ مش هياكلوا معانا ولا ايه؟ لا ما انا عملت لهم سندوتشات تصبيره هم ياكلوا بقى اما يجي ابوه. بقول لك ايه يا فاطمه، ما دام ربنا فتحها على الحاج يا اختي ما تجيبي لك طباخ بدل هدة الحل السودا دي. يا اختي وانا ورايا ايه؟ وراك ايه يعني ايه؟ هو كل ما هيجي لك حد بقى يتهد حلك الهده السودا دي؟ انما تبقي قاعده مطرحك كده هنومه ستوته الاكل يجي لك لحد عندك. ده انا لو قعدت اعيا، وبعدين عبده ما ياكلش من ايد حد الا من ايدي، ما انت عارفه. حق يا فاطمه عليكي نفس في الاكل ما حصلش. ده حتى سيد اخوكي على طول بيعايرني بيكي، يقول على اكلي مسخ ملوش طعم. كل شويه يقول فين ايامك يا فاطمه، فين ايامك يا فاطمه. كل يا خضير كل يا حبيبي. عاوز لحمه. اخصى عليكي يا فتحيه، ما تاكلي الواد، ما اللحمه قصاده اهو. كل يا حبيبي كل يا ابني. ايه ده يا ماما؟ انتوا هتديله كل الاكل؟ امال احنا هناكل ايه بقى؟ ما اللحمه ما هي قصادك، هي ما تبقى تخلص نبقى نجيب من جوه يا ساتر. اشمعنى نفسك مفتوحه قوي على اللحمه هنا؟ مفتوحه قوي، عاوز لحمه. طب ده انا في البيت اتحايل عليه واغلب لحد ما اكله حته لحمه قد كده في بقه. هو انتوا بتجيبوا لحمه؟ الله يكسفك البعيد. شوفي الواد بطولة لسانه، ولا حد في عيلتك ولا في عيلتي طالع لسانه طويل كده. بس الله يا اختي ما تاخديش عليه، ده عيل. بقول لك سيد عامل ايه معاكي بقى؟ طول النهار صباحي كده في القهاوي ولا ايه؟ قهوي يا فاطمه؟ انسي يا اختي، هو اخوك النهارده حمل مصاريف قهاوي؟ القهاوي ما انت عارف
ما انت عارفه البير والغطاء، اللي جاي على قد اللي رايح. ده الواد يا عين امه كان محتاج بنطلون من المدرسه، ما لقيتش ولا مليم، استلفت من جارتي فلوس عشان اشتري له البنطلون. كل يا خضير، كل يا حبيبي كل. الله، انت غيرتي الغوايش؟ بعد عنك، ده الاولانيين عوروني غيرتهم. حلوين يا اختي حلوين، الهي تلبسي وتتمتعي وتتهني انت وجوزك وولادك. بقول لك ايه يا فاطمه، عاوز اطلب منك طلب يا اختي بس مكسوفه. لا يا اختي ما تتكسفيش. الهي يخليك يا اختي تكلمي جوزك يزود اخوكي قرشين، اديكي شايفه الدنيا بقت نار. وبصراحه اديكي شفتي الواد بيقول لك ما عندناش لحمه، عايزه اجيب لهم لحمه. يا اختي من العندي قبل العندي. ربنا يخليكي ليا يا اميره الامراء، الهي يزودك انت والحاج، الهي يديكم من نعيم الله، الهي يكفيكوا شر العايه، الهي يكفيكوا شر اولاد الحرام، الهي يكفيكوا شر المرض، ما تحرمش منكم يا امراء يا اولاد الحلال يا اولاد الناس. ايه ده؟ بتعملي ايه يا ماما؟ دي هدوم صغرك عليك هتجلب ابن خالك خضير. انت مش لسه مديهم الشهر اللي فات؟ طب الكتم لو اني الكيس ده. خلاص يبقى تجيبوا لي هدوم جديده. هبقى اجيب لك. هو بابا هيوافق؟ ده ما بيقدرش يجيب لي حاجه ابدا. مالكش دعوه انت بابوك، انا هبقى اجيب لك اللي انت عايزه. اسكت بقى. الزمالة عوة ايه ده؟ انت كمان لابسه دهب زي امك؟ النبي تعوض عليا عوض الصابرين. فتحيه. نعم يا اختي. خدي دول يا فتحيه. ايه دول؟ ده هدمتين كده بتوع عبد الوهاب صغروا عليه ان شاء الله يجوا مقاس خضير، وفرختين وحتتين لحمه للعيال. خص عليك يا فاطمه، والنبي ما كان له لزوم ابدا. شقة ايه وعز ايه يا نهار اسود. امله نصفه بقوا في نصفه يا سيد، نصفه. ربنا يزيدهم من نعيمه يا فتحيه. ادي اللي انت فالح فيه، بدل ما تتنحر وتشتغل وتعمل زي ما عمل جوز اختك. يعني هو كان ايه؟ ما هو كان مش لاقي زيك. كل شيء نصيب يا فتحيه، والحمد لله هي مسطوره. مسطوره؟ اختك يا سيد مش قادره تشيل دراعتها من كتر الصيغه. وبعدين معاك يا وليه، انت هتقر على اختي كمان؟ اقر على ايه؟ ولا على ايه؟ ولا على ايه؟ ولا على ايه؟ ولا على ايه؟ لا والأكادة كل ما ربنا بيزيدهم غنى بيزيدهم بخل، ايدهم بتنشف. لا واتمطعت الدلعه دي قوي وراحت جابت هدمتين قدام للواد ابنك خضير، وفي ايده 5 جنيه وحتتين لحمه وفرختين. كتر خيرها. امال كنت عايزها ايه؟ عايزها تكبش وتديكي؟ ده ما هنش عليها تديني حته صيغه من اللي متكوم عندها تلول. هو في حد بيفرق دهب يا وليه؟ وماله يا ابو سيد؟ مش انا مرات اخوها؟ انا مرات اخوها، انما طبعا تقول ايه؟ لازم تدافع عن اختك. ربنا يخليها لك. ها بس انا ما سكتش، انا قلت لها تكلم الحاج يزودها. ايه؟ ليه عملت كده؟ الراجل يقول علينا ايه دلوقتي؟ يفتكرنا طمعانين فيه؟ طمعانين فيه ده ايه؟ طمعانين فيه ده ايه؟ ده حقك. حق باخده يا فتحيه، حق باخده زياده شويه، والحاج مش مخليني عايز حاجه. هودي وشي منه فين دلوقتي؟ انا ما بظلمش حد يا فاطمه. وعلى فكره اخوك لو ساب الشغل عندي وراح يشتغل في اي حته تانية هياخد اقل ما بياخد عندي. معلش مراته كانت عندي واشتكت لي مر الشكوى من الفلوس، تصدق من ساعتها قلبي وجعني وربنا. ومن امتى مرات اخوك بتبطل شكوى؟ هو بيعجبها حاجه؟ انا عارف مين اللي وقعوا فيها. انا معلش حقك عليا، ما خدش بالي. انا قلت هي غلبانه وتعيش. دي طماعه ولسانها طويل على الناس وعلى جوزها. اخوك اشتكالي منها كتير. معلش عشان خاطر انا يا عبدو، عشان خاطري زوده شويه، مش هيخس عليك حاجه. لا هيخس. تجرى لك ايه يا فاطمه؟ انت فاكره بضرب الارض يطلع فلوس؟ لا، كل شيء لازم يبقى بالحساب. الحق حق ما يزعلش. وعلى راي المثل الاجره على قد التعب. ورغم كده من غير انت ما تقولي انا بدي اخوك سيد بالزياده، لكن اكتر من كده يبقى سافه، يبقى عدم مفهوميه. خلاص اللي تشوفه. عليك نور الا شوف. انا سيب لك البيت تتصرفي فيه زي ما انت عايزه. عمري قلت لك ده اعمليه ده ما تعمليهوش؟ لا خلاص سيبيني انا بقى اشوف شغلي زي ما انا شايف. خير يا حاج. خير يا حاج. شوف يا سيد، الشغل شغل والاصول اصول وانت حر.
لو الحال هنا مش عاجبك وعايز تشوف لك حته تانية انا مش همسك فيك. وحصل ايه لا سمح الله يا حاج؟ انت عارف كويس ايه اللي حصل. انت نسيبي واختك مراتي على عيني وراسي، لكن الكلمه كلمتي انا، واختك ما تقدرش تتدخل في شغلي، فما يصحش مراتك تروح تتكلم معاها في موضوع زي ده. احلف لك بيه يا حاج اني بعيد عن الموضوع ده. امال ايه اللي خلى مراتك تفتحه مع اختك؟ انت عارفها يا حاج، وليا ما وراهاش غير المشاكل ووجع الدماغ. انا مش هخليها تروح عند اختي من اصله. سيد ما تقولش كده، عيب. ده احنا اهل، وانت عارف انا بحبكوا قد ايه. مراتك عايزه تيجي اهلا وسهلا، لكن تتدخل في شغلنا اهو ده الغلط اللي ما قبلوش. ايه اللي دخل النسوان في شغل الرجاله؟ والله غلبت معاها يا حاج. على العموم حقك عليا، حقك عليا يا حاج. استغفر الله يا سيد، استغفر الله. انت عارف انا ما يخلصنيش زعلك. وانت عارف ان ما بظلمش حد، كل واحد بديله حقه على داير مليم. مظبوط يا حاج. وانت مجرب بنفسك، لما بشوفك تستاهل الزواده بزودك من غير ما تفتح بقك. حصل ولا ما حصلش؟ ما تقولش الكلام ده يا حاج. انا لحم كتافي من خيرك، وربنا يديم المعروف. والله لولا عشان العيال انا كنت طلقتها وارتحت من قرفها من زمان. خلاص روح شوف شغلك دلوقتي. امرك يا حاج. الدنيا كلها وجع دماغ، ما حدش مستريح فيها. ده حتى العيال الصغيره مش عاجبهم حاجه. بقى تضحك عليا. ده انا ابويا بيبيع بلح، ده انا ابويا اكتر من ابوك. يا عم روح، هو ابوك لا يجيب بدله، ده حتى بيلبس جلابيه. بقى كده. طب تعالى اوعى تعالى. انت عامل فضوه في المدرسه؟ والله عارف. انت ولد انا مش انظرتك قبل كده؟ هو اللي شتمني الاول وقعد يقول لي ابوك بيلبس جلابيه ومش لاقي يجيب بدله. تقوم تضربه وتعوره في وشه؟ انت فاكر نفسك فين؟ في وكاله البلح عند ابوك؟ اسمع يا ولد انت، انا مش هسمح لك تدخل المدرسه هنا تاني الا لما تجيب ولي امرك هنا، فاهم؟ اتفضل.